الحلل وبوظتها، فاضطريت بقى ان انا اغسلها بالسلك. يعني هو طبعا معروف ان انه التيفال والسيراميك والجرانيت ممنوع ان هما الواحد يستخدم فيهم السلك بتاع المواعين، بيتغسلوا بقى بالسبونج او السكوتشا. فما احنا بقى ما نغسلهمش للناس اللي بتستخدم التيفال. فنصيحة ما تستخدميش بقى السلك بتاع المواعين في غسيل الحلل. طبعا الحلل اللي عندي اللي زي كده بقيت بستخدمها في سلق بعض الحاجات والكلام ده كله، لكن في الطبخ بطلت ان انا اطبخ فيها لان هي كده خلاص اصبحت ضارة. طيب انا بقى في المطبخ عندي اللي بستخدمه عندي في حاجات التيفال. عندي الطاسات حلوة جدا في التيفال. اختار الطاسة اللي هي ناعمة، ما اختارش الطاسة اللي هو التيفال بتاعها خشن. طبعا الطاسة عندي منقطة هنا ابيض لانه احنا عندنا المية مالحة، فبتعمل نقط عندنا بقى في المواعين. فبصراحة المية المالحة مظبطانا خالص، يعني مبوظلنا كل حاجة. فهنا بقى زي ما انا قلت لكم افضل حاجة في التيفال هي الطاسات انه احنا نستخدمها. طبعا بتبقى فرصتها في الخدش زي ما انا قلت قبل كده في اول الفيديو بتبقى قليلة، لان انا ما بحطش فيها لا عظم ولا حاجات يعني خشنة تجرح لي الطاسات. فرصتها بتبقى قليلة في التجريح. طيب يعني ممكن اللي يخدشها مثلا، ممكن واحد من أولادنا لازم نوعيهم ونعرفهم الكلام ده إن الحاجات دي بتبقى قابلة للخدش. يعني أنا مثلا أولادي بيبقوا ساعات بينسوا أو ما بيفتكروش بيمسكوا مثلا المعالق. مثلا بنتي بتقف مثلا على البوتاجاز تعمل أي حاجة، تمسك المعلقة تقلب في الطاسة، خلاص كده خلاص خلصت الطاسة كده راحت. كده يبقى الطاسة أو الحاجة اللي أنا حطاها على النار كده باظت خلاص. فنكون حذرين جدا في الاستخدام، نستخدم بقى المعالق السيليكون زي ما انا قلت، ونتجنب تماما المعالق الخشب لانها برضو بين الحاجات اللي بتخدش المواعين او الحلل اللي هي التيفال والجرانيت والسيراميك. طبعا انا الطاسه دي نوعيتها نظيفه جدا، ونخلي بالنا بيبقى فيه تيفال اي كلام، وبيبقى يا جماعه فيه تيفال كويس في الاستخدام. فالتيفال الكويس في الاستخدام بنلاقيه ناعم، بنلاقي الحاجة الطاسة ناعمة أو الحلة ناعمة لو انت هتفضلي استخدام التيفال، فبنلاقيها كده ايه ناعمة. تمام. طبعا في هنا خدشات بسيطة جدا، وده كان بسبب طبعا ولادي. هنيجي بقى اوريكم بقى الحالة التانية اللي حابب انه هو يستخدم الجرانيت. طبعا ده جرانيت يا جماعة، وانا هقول لكم برضو على نصايح مهمة جدا لما تيجي تشتري الحلل الجرانيت. تمام. اولا لازم اختار نوع نظيف جدا. تمام. فطبعا ده كله على فكرة يا جماعة حلل ألمونيوم، سواء السيراميك الجرانيت التيفال كله ألمونيوم، بس بيبقى مطلي بالمادة اللي موجودة عليه سواء السيراميك أو كده. طيب نيجي هنا بقى للجرانيت. الجرانيت حلو جدا في طبخ الرز، بصراحة جميل جدا، او في الطبخ عامة. بس من عيوبه ان هو قابل للخدش بسهولة زيه زي التيفال بالظبط. لازم استخدم له المعالق السيليكون، ولازم اكون حذرة جدا في استخدامي. طبعا الحلل معرضة ان هي تتخدش بسهولة عن الطاسات. يعني شايفين هنا الطاسة عندي ما شاء الله حلوة جدا. ليه؟ لان انا ما بستخدمش فيها حاجات بتخدشها. تمام. يعني انا لما باجي بستخدم مثلا حاجات بتكون لينه بحطها فيها، فما بتخدشليش الطاسه اللي عندي. بعكس الحلل بستخدم مثلا طبعا اللحوم اللي هي الضاني، مثلا فراخ متقطعه، بط متقطع، ده كله بيخدش لي الحلل لما اجي اقلب. ده الكلام اللي انا قلته عشان احافظ على الحلل الجرانيت بتاعتي. عشان عند الاستخدام استخدم معالق سيليكون زي اللي انتوا شايفينها دي بتحافظ لي تماما 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 على الحلل اللي موجودة عندي، سواء بقى تيفال، سواء سيراميك، سواء جرانيت. فبصراحة ممتازة جدا واحسن من الخشب بكتير. شايفين؟ يعني الواحد مهما هو يعمل يقلب في الطاسة استحالة ان هي تتجرح من المعلقة دي. ليه؟ لانها بتبقى مادة السيليكون. طبعا احنا عارفين هي بتبقى مادة ناعمة جدا، وبتبقى يعني زي ما بيقولوا كده حنينة على على المواعين بتاعتنا. تمام. دي تجربتي في الحلل الجرانيت وفي الحلل التيفال. زي ما انتم شايفين الطاسة ما فيهاش ولا خدش،
ليه؟ لان انا بستخدم فيها الحاجات اللي هي غير قابلة للخدش تماما زي ما انتوا شايفين كده. اما الحلل فيها خدوشات طبعا، وهوريكم طبعا مثال مثال عن الحلل اللي اتخدشت عندي بكل سهولة في الجرانيت. اللي الناس اللي بتقول ما بيتخدش، لا هو بيتخدش يا جماعة. تمام. شايفين هنا دي بقى فيها خدوشات بسيطة خالص. لكن انا في عندي بقى حلة تانية بصراحة حالتها صعبة جدا. يعني عشان انا كنت بستخدم بقى طبعا فيها اللي هي اللحوم الضاني دي. فاللحوم الضاني طبعا بيبقى العظم خشن جدا، فهنلاقيه مجرح لي الحلة. شايفين ازاي انا بقى بحاول ان انا اقرب لكم الحلة، بنلاقي فيها خدوشات بسيطة جدا. فانا بصراحة نصيحتي، يعني نصيحة، لو هتجيبي حلل بلاش 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 جرانيت، او لو هتجيبيها يبقى احنا نكون حذرين تماما تماما في استخدام الجرانيت. لان انت يعني هقول لكم ايه، يعني نجيب الحلة ما نحطش فيها طبعا لحوم ضاني، ما نقطعش الفراخ ونحطها فيها. شايفين بقى هنا دي عشان انا طبعا بجيب اللحوم الضاني وبنحطها، فبالتقليب شايفين اتخدشت بالشكل ده، بقت حاجة صعبة خالص. طبعا الفراخ اقطعها واحطها في الحلة، طبعا العظم يخدش لي الحلة. دي بقى تجربتي في الحلل الجرانيت، وبنصح الناس ان هي ما تستخدمش الجرانيت. يعني انا بصراحة بشجع الستانلس احسن بكتير جدا من الجرانيت ومن التيفال. طيب بالنسبة لو انا حابب انه انا اجيب حلل جرانيت، مفيش مشكلة، بس ابقى حريص جدا في الاستخدام. طيب لما اجي اشتريها ما اشتريش الحلل اللي غطاها ستانلس زي كده. هتقولوا لي ليه؟ هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان ال- الحرف بتاع الحرف بتاع الغطا، عند ما كل ما هشيله واحطه على الحله هيعمل معايا احتكاك في الحله فهيخدشها لي. شايفين زي ما انتوا شايفين كده؟ شايفين الخدش ده من الغطا على فكره بتاع الحله. فانا لما اجي اشتري حلل جرانيت، ما اشتريش الحله اللي يبقى غطاها ستانلس، لا اشتريها يبقى الغطا بتاعها آه، جرانيت زيها. وخاصة الجرانيت السافرون ده بصراحة أنظف الأنواع استخداما في الحلل. فأنا من خلال تجربتي بنصح، يعني وكل واحد حر طبعا في اختياره، بنصح بعدم استخدام الحلل الجرانيت في المطبخ. ولو زي ما انا قلت لو هتجيبيها يبقى نستبعد الحلل اللي غطاها ستانلس، لانه دي بتخدش لي الحلل بتاعتي، فبتبقى في نفس الوقت الاستخدام بتاعها بيبقى مضر جدا. وكذلك يا جماعة يبقى انا هستبعد كمان ان انا احط لحوم ضاني او اقطع الفراخ عشان امنع خدشان الحلة بتاعتي. ده بالنسبة لتجربتي في الحلل الجرانيت. هاجي بعد كده وهتكلم عن الستانلس ده بصراحة ده حبيبي بجد يعني. الستانلس ده احسن نوع انه في انواع الحلل. يتخبط، يحصل له اي حاجة محتفظ تماما بخامته. طيب الستانلس برضو من الحاجات اللي ما بتحبش النار العالية، تمام زي ما انتوا شايفين. يعني ما هوش ما بيتخرمش بسهولة زي الألمونيوم، تمام، ما بيتخدش. فيعني قابليته للخدش ضئيلة جدا. تمام. مع الاستخدام الكويس هتلاقي انه الحلل الستانلس افضل نوع او افضل حاجة في المطبخ عامة يعني. فهنا مهما يتخبط معايا، مهما يتخدش معايا، ما فيش منه اي مشكلة. طيب انا عندي هنا لازم برضو في الحلة ستانلس اكون حريص جدا في استخدامي، ما اخليش النار تبقى عالية وتخرج بره الاطار اللي احنا شايفينه تحت ده تماما. لا، ما ينفعش خالص انه انا النار تبقى عالية على جدار الحلة كده، الحلة بتاعتي هتبوظ وهيحرق لي الاكل. فبيبقى معمول لها اللي هو الاطار اللي تحت ده، القاعدة بتاعت الحلة، انه انا ما ينفعش اخلي النار بتاعتي تعلى عن الجزء ده. طبعا الستانلس يا جماعة في الطهي بتاعه، انا ما جيش اسيب الحلة تقعد
كتير جدًا لغاية لمّا الأكل يستوي خالص على النار، لأ، قبل الأكل ما يستوي ب5 دقايق أنا باطفي النار على الأكل. ليه؟ لإنه هيكمّل سِواه عندي في الحلة الstainless، لإن هي بتفضل شايلة نار كتير جدًا وخاصةً في فصل الصيف، بتفضل الحلة سخنة، يعني عن تجربة والله أنا يعني مثلًا ممكن لو أنا عملت حاجة بالليل وسِبتها لتاني يوم الصبح، بالاقي الحلة سخنة. فنصيحة بلاش نسوي الأكل جامد في الستانلس لأنه بيفضل شايل نار كتير جدًا، فبنطفي النار قبلها ب5 دقايق. طبعًا لو استخدمنا بقى معالق خشب، معالق ستانلس، معالق أي معالق بتفضل الحلة كويسة جدًا وما فيش منها أي مشكلة، لأنها صعبة جدًا إن هي تبقى قابلة للخدش. طبعًا بتعيش معانا عُمر كبير جدًا، يعني الحلة اللي قدامكم دي بقى لها 15 سنة عندي، في الاستخدام ممتازة جدًا، سواء في الطهي، الناس اللي بتقول ما ينفعش أسوّي محشي في الحلل الstainless، لأ ينفع، أنا باسوّي المحشي في الحلل الstainless. بنسوّي الرز في الحلل الstainless وبيطلع جميل جدًا، بس أنا زي ما أنا قُلت قبلها ب5 دقايق أطفي النار عشان الأكل بيكمّل السِوَى بتاعه في الحلل الstainless. باعمل فيه كل حاجة يا جماعة جميل جدًا، كمان عندي لبّانة stainless بس نسيت أصوّرها. طبعًا باحط فيها الحليب برضه، الحليب ما بيلزقش إطلاقًا يا جماعة، يعني أنا عشان أجيب نوع stainless نضيف باختار 18/10، وأخلّي بالي إنه الstainless ده نضيف ومش مختلط بيه رصاص، تمام، لإن في الstainless بيبقى مختلط بيه رصاص، فهنلاقي مكتوب تحت في الحلل الstainless هنلاقي الحلل النضيفة 18/10، خلّي بالنا في بيبقى 8/10، لأ ده تقليد وبيكون مش كويس خالص. لكن النوع النضيف اللي ما بيصدّيش ده طبعًا stainless غير قابل للصداية يا جماعة، بيبقى 18/10، نركّز على حتّة 18/10. بكده أكون خلّصت الفيديو بتاعي، أتمنى إن أنا أكون أفدتكم النهارده، ما تنسونيش like share subscribe للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.